بتعملي هنا ايه؟ قصة صغيرة هيك مع أبي، إن شاء الله محلولة. ان شاء الله. طيب محتاجه اي مساعده او حاجه؟ لا لا لا، شكرا. يا باشا، أنا راجل محترم، أنا فنان، أنا أبويا نسيم باشا. ثواني. السلام عليكم. اهلا دكتور يحيى، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. اهلا وسهلا بيك. انا اسف لو بتدخل، بس هو في مشكله مع البيه؟ اتفضل حضرتك اهو. قلت لك خلاص يا بابا، انا هاجي وحدي نص ساعه وهكون عند يحيى. مع السلامه. عايز يجي ياخدني، قلت له لا والله العظيم انا خايفه يقتلني. قلت لك ايه بس يا نغمه؟ قلت لك إيه؟ انت بتقولي اصلا ان هو روحه فيكي، اكيد مش هيعمل حاجه زي كده. بس مش بعد ما سبته وطفشت. بقول لك ايه، ابوكي اكيد هيبقى حن عليكي من فكره ان احنا رحنا للقسم، وان احنا هنروح ونتسال احنا كنا بنعمل ايه، ونخش في سين وجيم ونتفضح ان احنا كنا سوا. كل همك روحك، خايف على نفسك ومش خايف عليا. لا مش حقيقي يا نغمه، انا خايف عليك انت كمان، ومش هنكر ان انا خايف، بس مش من ابوكي، من نظره اخوكي ليا، عشان هو بيتعامل معايا ان انا اخوه الصغير، ومش هينفع ابدا اخسر النظره دي. انا مش فارق لي انت حاسس بايه. يلا مشيني خليني اروح له. انا بعتقد يا فندم ان الموضوع كله شكله مفتعل، وانا طبعا اعرف الاستاذ شهير راجل محترم جدا ولا يمكن يعمل حاجه زي دي. واكبر دليل على ان الموضوع مفتعل ان البنت نفسها اختفت، وحضرتك لما كلمت المستشفى قالوا لك انها كويسه. فانا حاسس ان في شيء غريب. والله هي عملت محضر، فكده كده المحضر هياخد مجراها الطبيعي، بس طالما ما فيش اي شهود على الواقعة ولا في اي ادلة على وجود اصابات، انا ممكن اصرفه من الاسم عادي، وشهادة حضرتك كده كده هحطها في عين اعتباري. ربنا يخليك يا فندم، بس انا فعلا متاكد ان الواقعه مفتعله، ومتهيألي بخبره معاليك اكيد عندك نفس الاحساس. وانا كمان متاكد يا باشا، وجايز متاكد من الشخص اللي زقها عليه. قصدك طارق؟ انت عايز تتهم حد؟ لا يا باشا، لما نتاكد الاول. هو في ايه؟ انت اللي فيه ايه وازاي تتكلم كده؟ معلش يا فندم انا اسف. والدي. اهلا وسهلا. انا العمده مصطفى الوكيل، وده ابني. مين دول؟ تشرفنا فيك. أنا نيلي نسيم، وهي بابا شهير نسيم. أنا رفيقة الدكتور يحيى. رفيقته؟ رفيقته كيف يعني؟ وانت ازاي جايب بالعك ده قدامك؟ يعني صاحبته. يعني ايه صاحبته دي يعني؟ بأي لهجة بدي أقول له إياها؟ فريندز يعني أنا وياه. لما تقول لي يا اختي فريندز من الاول، لازم الف الدوران ده يعني؟ بابا هفهمك بعدين، يلا بس عشان ما نعطلش وقت سياده النقيب. شكرا يا فندم، تعبناك معانا. العفو على ايه بس، اتفضل. ربنا يخليك يا فندم. فريندز عن اذنك. شكرا.